اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قاعده ما عملتش غدا لغايه الساعه 3، لقيت بنتي بتتصل بيا بتقول لي ماما انا جايه انا وصاحبتي نتغدى. طب اعمل اكل ايه؟ قالت لي خلاص اعملي لنا سمك. قلت لها حاضر من عينيا. يلا نبدا بقى ونسمي الله. اول حاجه معايا بوله فيها ميه، هنزل عليها بمعلقه ملح. عايزه ليمونه او ليمونتين حسب كميه السمك بتاعتك. انا بصراحه جبت سمك متنضف من عند الراجل عشان كانش عندي وقت. شطفته شطفه سريعه. هنزل بقى بالسمك بتاعي في الميه والملح والليمون عقبال ما احضر التتبيله بتاعتي. هبدأ بقى ان انا اجهز التتبيله بتاعتي. معايا توم مفروم. ما عندكيش توم مفروم اضربي في الكبه، اضربي في الهون. توم على فلفل على كمون على ملح. هنزل بقى بكميه الملح المناسبه. كمون. انا كان عندي فلفل احمر في الفريزر. هنزل بقى بليمونتين. نص معلقه خل. هقلب بقى التتبيله دي كلها وهمسك السمك كده اشطفه شطفه حلوه. همسك بقى كميه السمك اللي معايا، هعملها فتحات كده بالشكل اللي يريحك عشان انا عايزه التتبيله تدخل جوه الفتحات دي، بيبقى ده طعم حلو قوي. هو الضيف بيجي برزقه. هحشي بقى كل كمية السمك بتاعتي من البطن ومن الفتحات بتاعته واسيبها في التتبيلة بتاعته شوية كده. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير. هسيب بقى السمك بتاعي في التتبيلة بتاعته. هبدأ اعمل الرز. معايا كمية زيت مناسبة لكمية الرز بتاعتي. هجيب بصلية متوسطة هقطعها مكعبات. اضربيها في الكبة اللي يريحك والاسهل ليكي. هنزل بنص معلقة فلفل اسمر، تدي طعم حلو قوي للرز. ايدي مستمرة في التقليب عشان انا عايزة اللون كله واحد. ده اللون البصل اللي انا عايزاه، هيخلي لك لون الرز تحفه. اول ما تلاقي اللون وصل معاكي كده انزلي بكميه الميه المناسبه للرز. سيبيه يغلي غلوتين. هكون غسلت الرز بتاعي هنزله على الميه على طول. اظبط بقى الملح بتاعي. يغلي غلوتين بقى على نار عاليه وبعد كده هوطيله النار. هاتي بقى مفرش السفره، هاتي كيس المتاح عندك، ما تصعبيش حاجه على نفسك. هنزل بكميه الدقيق المناسبه لكميه السمك. هنزل بمعلقه كبيره نشا، بيخلي السمك معاكي مقرمش وما بيشربش زيت كتير. هنزل بمعلقه صغيره كركم، بيخلي لون السمك حلو قوي. معلقه كمون، ملح. هقلب كل الحاجات دي كلها مع بعضها. هنزل بقى بالسمك اغلفه تغليفه حلوه. هخلص بقى كل كميه السمك بتاعتي. هجيب بقى الطاسه بتاعتي على النار فيها الزيت. اول ما الزيت يبدا يسخن هنزل بقى بالسمك بتاعي. بصي اللون جلد وما شاء الله حلو قوي، وكان مقرمش ومش شارب زيت كتير. انا هنا بقى هعمل شويه سمك بصلصه وادخلهم الفرن. طلعت السمك بتاعي وحطيت عليه الصلصه. انا مش متقله الصلصه قوي. تعالي هقولك هنعمل الصلصه ازاي. معايا طاسه فيها شويه زيت. هنزل عليهم بقرن فلفل سبايسي او بارد حسب ما تحبي. انا برضو عملت مع الغدا بابا غنوج. اديني بشوي البتنجانه جنبي. اول ما التوم كده يصفر هنزل عليها بنص كيلو طماطم، ومش عايزاه يتسبك للاخر عشان لما احطه على السمك لسه هدخله الفرن. هحط بقى ملح وكمون. كانت البتنجانيه بتاعتي استوت. انا بحضر التتبيله الاول علشان انزل عليها بالبتنجان. البتنجان ما يسودش معايا. التتبيله بتاعتي عباره عن توم، ليمون، خل، فلفل احمر، والملح حسب الكميه بتاعتك. قشرت بقى البتنجانيه بتاعتي وهنزل بيها على التتبيله دي على طول. مش هتسود منك لو حطيتيها على التتبيله على طول. قلبي بقى كده وهرسي البتنجان كويس. وممكن تضربيه في الكبه لو انت عايزاه ناعم قوي.
ظبطي بقى الملح بتاعك. هنزل بقى بمعلقه طحينه، وكمان خلصت البيبه غنوج معايا خلاص. هنزله بقى في طبق التقديم بتاعي. هساوي بقى الوش بتاعي وهنزل عليه بشويه زيت زيتون. تيجي في موقف زي كده ما تقوليش اللي انا مش هلحق، لا قومي توكلي على الله وسمي الله، وان شاء الله ربنا يدبر لك امرك وهتخلصي بسرعه. هنا بقى انا هتبل طبق السلطه بتاعي. انا معايا عباره عن ايه السلطه دي؟ خضره سلطه وطماطم وخيار وبصل، كل اللي في التلاجة انا لميته. التتبيله بتاعتي بقى هنزل بليمونه، ملح، كمون، شطه اختياري، معلقه خل، معلقتين زيت. قلبي بقى كل التتبيله دي ببعضها، هتنقلك السلطه في حته تانية خالص. في اقل من ساعتين انا كنت خلصت الغدا بتاعي كله. واللهم بارك زي ما انت شايفه كده. الف هنا وشفا على اللي كان ليه نصيب وكل، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.